أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صلوا وتواصوا الحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم،
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في موضوع الزكاة توقفنا عند موضوع الأنصبة وشروطها وما يجب فيها. فأن النصاب هو المقدار الذي يصل فيه المال الذي تعلقت به الزكاة حتى تجب الزكاة. الأنصبة هي جمع نصاب، والنصاب هو الحد الأدنى الذي يعتبر وجوده شرطا لتعلق الزكاة بالمال. مثلا أن الطعام مثلا الحنطة والحبوب هذه 5 أوسق فيها زكاة، ومنهم من قال القليل والكثير فيه زكاة. مثلا نصاب الحنطة يصل إلى 5 أوسق إنه 650 كيلو غرام يعتبر بالجرام. مثلا الذهب والفضة يصل 20 مثقال الذهب يلا عليه زكاة، يعني 19.5 مثقال ما عليه زكاة إلا 20 مثقال. والفضة قديما عندهم 200 درهم يلا يصير عليه زكاة، يعني أقل من ذلك ما يصير زكاة. مثلا الغنم 40 راس 200 درهم مش كتر. نعم بعد ما نصل إن شاء الله. يعني قديما 200 درهم يلا عليه زكاة، يعني أقل من 200 ما يصير زكاة. الغنم مثلا 40 رأس غنم هي بجموع أولادها والماعز معها، يعني يلا على زكاة 39 راس ما عليه زكاة. هذا يسمونه النصاب، يعني تصل إلى هذا الحد تجب فيه زكاة، أقل من هذا الحد ما تجب فيه الزكاة. فمعنى النصاب هو الحد الأدنى الذي يعتبر وجود شرط لتعلق الزكاة بالمال، فإذا لم تبلغ كميته في ملك المكلف هذا الحد لم تجب الزكاة عليه. لكل نوع من هذه نصاب خاص. أول شيء نصاب النقدين هو الذهب والفضة. زكاة في الذهب 20 مثقال عليها مثقال واحد. 20 مثقال، المثقال هو 5 غرامات. المثقال 5 غرامات، يعني 100 غرام عليه غرام. كل مثقال 5 غرامات، يعني 100 غرام عليه 5 غرامات. هذا معنى. يعني إذا وصل 99 غرام ونصف ما عليه زكاة، لازم 100 غرام من الذهب. هذا نصاب الذهب. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، هذا نصاب الفضة. دليل ذلك ما رواه داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيهما 5 دراهم. قديم العلم درهم فضة، قال إذا عندك 100 درهم بشرط حولنا الحول صار لها سنة، هذه عليها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد في الحساب ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق على الفضة، والأواق جمع أوقية وهي 40 درهم. الأواق جمع أوقية والوقية هي 40 درهم. فهنا قال 5 أواق 40 في 50 تعتبر 200. المثقال معروف لدينا هو نوعان من المثاقيل، المثقال العجمي أو العجمي يساوي 4 غرامات 800 أعشار و18 غرام، يعني مثقالان. عندنا مثقال عجمي، والمثقال الآخر هو المثقال العراقي. المثقال العراقي 5 غرامات، أما المثقال العجمي أو العجمي 4 غرامات 18 غرام. فال20 مثقال تساوي 96 غرام هذا المثقال. أما المثقال العراقي تساوي 100 غرام، لأن المثقال العراقي يقول المثقال 5 غرامات، فال20 مثقال تساوي 100 غرام، يعني كل واحد عنده 100 غرام من الذهب هذا عليه زكاة، إلا زكاة الجلي فيها خلاف إن شاء الله. وقل هنا والاحتياط في الأمر نعتمد الأقل وهو الأول. الشافعية يعتمد الأقل مصلحة الفقير، يعني المقدار الأول يقول إنه 4 غرامات المثقال 18 غرام حرصا على مصلحة الفقير، وبذلك يكون نصاب الذهب 96 غراما على هذا القول. فإذا كانت قيمة الغرام الواحد من الذهب اليوم مثلا، يعني قديما اليوم ايش قد مثقال ذهب؟ 400 مليون.
اي نعم. المثقال مليون صار 700 يعني قريب من الغرام الواحد. صح. الغرام الواحد مو مثقال. الغرام المثقال 5 غرامات. المثقال 5 غرامات. قول مثلا يعني 200,000. يقول الغرام 200,000. 200,000 الغرام الواحد. الغرام الواحد من الذهب اليوم مثل 200,000، فإن نصاب الزكاة من الذهب هو حاصل يعني ايش قد؟ يعني يكون مضاربين بالليرة 1440 ليرة. فاحنا 5 غرامات تصير مليون يعني. لأن الغرام 200، 5 غرامات تصير مليون دينار. وإذا 20 غرام يعني 2 في 20 يعني يصير 400 غرام. 400 20 مثقال. ايه 20 مليون. ايه 20 مليون. يقول حسب اختلاف السعر طبعا الغرام من بلد الى بلد، فاذا اختلف السعر حسب سعر البلد فاذا الاصل هو بالغرام. ايش سعر الغرام للبلد؟ فهذا اللي عنده مثلا تجاره صياغه الذهب او عنده ذهب يدخره الا زكاه الحلي فيها خلاف بين الفقهاء، والراجح انه زكاه الحلي ما عليه زكاه. المراه نفس تشتري تلبس فراشي محبس وراده، فاذا اشتريته للبس حتى اذا صار عنده سنين وضامنته هذا ما عليه زكاه. لكن انا اشتريته للادخار، عندك فلوس للتجاره والادخار، تعرف الفلوس تشتري به ذهب وضمون نية الادخار، فهذا لا عليه زكاه. كل ما يحول الحول تدفع على كل 100 غرام 5 غرامات، يعني قيمتها تدفع، يعني ما تدفع لها. فإنما تدفع قيمتها 5 غرامات ايش يسوون؟ تدفع قيمه الفقراء والمساكين. شروط وجوب الزكاه في النقدين هو حولان الحول، يعني لازم تصير سنه. اذا اقل السنه لا ما عليه زكاه. فإذا يجب أن يأخذ الحول. بذلك دليل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أي حتى يمضي عليه عام قمري، أي عام هجري وعام ميلادي، حتى يمضي عليه سنة. وحديث علي بن أبي طالب أيضا ذكرناه في نصاب النقدين أنه يحول عليه الحول. يقول: إذا هبطت كمية المال على الحد الأدنى من نصاب المعتبر ولو خلال يوم أو ساعة، الذهب ما مستقر، يعني ما يستقر الذهب ثلث السنة، فيقول يعني حسب سعر الغرام في هذا العام. هذا هو نصاب الذهب والفضة. هو الذهب 20 مثقال عليه مثقال، والفضة 200 درهم عليها 5 دراهم. أما الفضة اليوم صارت حلي، ما هو دراهم فضة، صارت حلي مثل الذهب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيه، صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني تخلص من هذا الإشكالات تحولها إلى إلى نقد. والنقد على قياس الذهب، يعني تحولها اسعارها الى نقد حتى تعرف كثر النقد. يعني هسه مثلا اذا الواحد عنده مثلا ايش كثر من النقد عليها زكاه؟ طبعا مختلفه. لما قال يعني 7 ملايين 6 ملايين 7 ملايين ونص، لما قال 6 ملايين يعني مو على الذهب، مو تحسبها على الذهب حتى يصير النصاب. على الذهب. ليش؟ على الذهب على سعر الذهب. يعني ال 20 مثقال ايش قد يسوي اليوم؟ 40. 20 مثقال 20 مليون مو؟ ايه. بس الفقهاء من قال لا، احنا نمشي على القليل، اذا مال مدخر يعني حتى اذا عندي 2.5 على 40 واحد. اذا حال الحول على هذا المال. مهما قل 25 على 40 كل 40 واحد. 25,000 المليون، يعني المال المدخر اذا صار عليه سنه. اما اذا قبل السنه مهما يعني كان كميته. طبعا عند الحنفيه مهما كان كميته حتى اذا قليل، يعني هكذا قليل، لانه على 40 واحد على 2.5. بس قسم الفقهاء قاسوا على الذهب، يقول الا يبقى 20 هنا الحول عليه. ما يحول عليه. الله